واحدة اتجوزت وقعدت 3 4 5 سنين ما تخلفش، وكانت دايما تقول انا طمعانة في البابا كرولوس، يا بابا كرولوس اديني اشفع اطلب لي. فجت لما يعني راحت دير مرمينا وطلبت وكانت عشمانة وما خلفتش، زعلت قالت انا زعلانة منك يا ايه يا بابا كرولوس، لانك كده يعني انت كسرت بخاطري. ففي يوم وهي نايمة ظهر لها البابا كرولوس قال لها زعلانة ليه يا بنتي؟ قالت له زعلانة يا سيدنا، كان عاشا منك انت تطلب لي وان انا اخلف. قال لها يا بنتي ما تقلقيش يا بنتي، مش سلفتك ما عندهاش عيال؟ قالت له اه يا سيدنا. قال لها متجوزة ليها كام سنة سلفتك؟ قالت له 10 يا سيدنا. قال لها خلاص يا بنتي، ابنك وابن سلفتك هيروحوا المدرسة مع بعض. صحيت قالت لا ده يظهر من كتر التفكير يعني انشغلت بالبابا كرولوس فجاني. بعد الحكاية دي بحوالي 7 أشهر حملت. فبعد ما حملت راحت لسلفتها بقى اللي هي مرات اخو جوزها، قالت لها اشكر الله ربنا رضاني بعد 6 سنين. قالت لها وانا كمان ربنا رضاني بعد اكتر من 10 سنين. قالت يا خبر، يبقى البابا كرولوس لما ظهر لي قال العيال هيروحوا مدرسة مع بعض. قالت لها هو قادر وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. قال لها ما تزعليش يا بنتي، كل حاجة لها وقت. الواد يروح مع ابن عمه الايه المدرسة مع بعض، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحدة كانت طمعانة في البابا كرولوس برضو قوي، والاخت دي اسكندرانية. ففي يوم من الايام وهي نايمة كده ظهر لها البابا كرولوس. قلت يا سيدنا قعدتك حلوة، ما تقعد معايا شوية؟ قال لها لا يا بنتي، ده في اسقف رايح اجيبه دلوقتي عشان هناخده السما. قلت له منين يا سيدنا؟ هقول له اسقف يا بنتي على في الصعيد، في بروشيه من بروشيات الصعيد. يا سيدنا خليك. لا يا بنتي، هم قامت من النوم قالت هو اسقف من الصعيد ورايح ياخده دلوقتي؟ ده يظهر ان انا بديت اخرف. تاني يوم بتمسك الجرنان لقت خبر نياحة الانبا بيمن اسقف ملوي. قال لها اسقف يا بنت رايح اجيبه هناخده معانا السما، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحدة ست جوزها مناكف قوي، ستات هيقولوا ايوه يا ابونا اسألنا احنا بقى، ها، وخاصة في العيد وطلبات العيد. المهم الست دي جوزها مناكف قوي، ربنا ما يوركوش راجل وحش 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 يعني. فجت الست دي كان البابا كرولوس عايش، وراحت له قالت له يا سيدنا جوزي لا ما تحكيش يا بنتي ما تحكيش. كانت اول مرة تشوف البابا كرولوس. ما تحكيش يا بنتي، ربنا ياخده يا بنتي، ربنا ياخده، ده باع نفسه للشيطان يا بنتي، ده باع نفسه للشيطان، ربنا يهديه. قال لها لا يا بنتي ربنا ياخده، ده ما ينفعش يا بنتي. بعد الحكاية دي الراجل مات شهر كده ولا حاجة. قالت وي يا بابا كرولوس، هو انت اللي دعيت على الراجل ده؟ انا كنت رايح اقول لك ادعي له ربنا يصلح حاله، قمت تدعي له ربنا ياخده مننا. اللي هو بعد كده بيقلبوا في ورق الراجل بعد ما مات، لقوا الراجل متجوز واحدة مش مسيحية بعقد عرفي واوراق بقى بعد عنكم، يعني الموت بالنسبة له ستر. قال لها يا بنتي ما ينفعش ربنا ياخده، ده باع نفسه ايه للشيطان، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. مش عايزين بقى نألف في الحاجات، احنا عايزين كده واحنا بكرة زي دلوقتي هنكون بنصلي قداس العيد نقول قلب بيفرح لما بيسمع صوت فدينا، لما بيحضر في وسطينا بيعزينا. صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد من بني مزار، بني مزار دي مدينة تبع محافظة المنيا. اخينا بتاع بني مزار ده مقيم في القاهرة، يعني خرج من بني مزار صغير ما يوعاش بقى ايه بني مزار وتفاصيل بني مزار. فهو
مقيم وله شقة في القاهرة، فوجئ باني واحد بلدياته جاي ومعاه جواب من قرايبه ان فلان ده قريبنا واستضيفه. فالراجل حب يعني يعمل واجب مع قريبه بتاع بني مزار بلدياته. قال له انا هاخدك للبابا كرولوس يصلي لك. طبعا دي احسن زيارة. كان البابا كرولوس عايش وماشي بيحكي معاه، انت نورت مصر وازاي بني مزار واخبار بني مزار والقرايب والحبايب. اول ما دخلوا عند البابا كرولوس، فالبابا كرولوس بص الاخينا اللي جاي من الصعيد بتاع المزار، اللي جاي من الصعيد ضيف يعني، قال له تعالى بتاع العباسية. بتاع العباسية؟ الراجل المقيم في القاهرة عرق، قال له يا سيدنا ده من بني مزار. قال له يا بتاع العباسية يا ابني. الراجل المقيم في القاهرة فكر ان الراجل يعني عباسية، يعني ايه يعني عباسية. المهم قال له يا سلام يا سيدنا ربنا يخليك. قعد يبوس في ايد سيدنا البابا. طلع اخينا المقيم في القاهرة يقول لبلدياته الصعيدي، يقول له انا الحقيقة مكسوف خالص، لو اعرف ان البابا هيبهدلك كده ما كنتش قال له ازاي البابا بهدلني؟ قال له يقول لك يا بتاع العباسية. قال له لا انت مش عارف الدور ده، البابا ده راجل قديس، انا اول مرة اشوفه. قال له ازاي؟ قال له جنبينا جنب بني مزار قرية اسمها العباسية، انا مولود في العباسية دي، وده السر اللي محدش يعرفه. لكن البابا كرولوس طبعا جابه من الكنترول. صدق ولا بد ان تصدق. البابا كرولوس في زيارته الرعوية لوجه بحري راح بلد اسمها حصة برمة، بلد معروفة وجه بحري يعني. فهناك في حصة برمة عملوا له بقى ضيافة ويوفط وترحيبات، ولا مؤاخذة ذبحوا الولايم وعملوا اكل بقى قبها قوي عشان البابا جاي. فالبابا صلى بقى صلاة عشية وبتاع وطلع قعدوا بقى في اسوان، اكل وشرب ومحمر ومقل وحاجات بقى يعني كل صنف وصنف. في دكتور هناك معروف اسمه الدكتور تدرس ميخائيل، اصلا مقيم في اسكندرية واصلا من حصة برمة. لما عرف ان البابا راح برضه بحكم انه يعني من اكابر البلد يستقبل البابا. فالبابا قعد كده قال له يا ابني ولا ينفع كله ده يا ابني. قال له تحت امرك يا سيدنا اللي تطلبه. قال له تعالى يا دكتور. قال له نعم يا سيدنا. قال له المرحومة جدتك الله يرحمها قبل ما تموت كانت شايلة بلصين صغننين حاطه فيهم جبنة بقت مش دلوقتي. فوق السطح تلاقي اوضة قرار كلها كراكيب، تشيل الكراكيب تلاقي بلصين المش دول. روح يا ابني هات لي منهم حتة صغيرة كده وهات لي رغيف من اللي امك خبزته النهاردة. ده مش بس عارف بلصين المش ومكانهم فين اللي سابتهم المرحومة جدته، وعارف كمان ان امه خبزت النهاردة. روح يا دكتور. المهم طلع يجري الدكتور يقلب فوق السطح في الكراكيب دي، لقى بلصين المش اللي سايبهم مرحومة سته من 20 سنة مثلا ولا حاجة، ولقى حاجة كده يعني مربى ناشفة كده يعني. المهم جاب كده المعلقتين وجابهم في طبق صيني ويجري وجاب رغيف امه خبزاه فعلا. اتفضل يا سيدنا. قال له يا ابني فكرتني بايام الطاحونه يا ابني. سيبك يا ابني من المحمر والمشمر، ده اكل يجيب العايه يا ابني، هو ده الاكل اللي الكويس للمعده. وصدق ولا بد ان تصدق. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له كل مجد وكرامه من الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. صدق ولا بد ان تصدق. يوم 9 مارس سنة 70 بالتحديد يمكن 9:30 صباحا البابا كيرلس فتح الباب، فدخل عم عزمي السواق ياخد بركة سيدنا. كان سيدنا البابا في الوقت ده عنده بعد عنكم جلطة في رجله. فالبابا كيرلس قال له يا عزمي يا ابني. قال له نعم يا سيدنا. قال له احنا هنسافر النهارده. قال له يا سيدنا ليه؟ لما تملك صحتك شوية. قال له لا يا ابني كويس كده.
قال له يا سيدنا اللي تشوفه، بس انا شايف ان احنا يعني شوية كده لما تبلغ صحتك. قال له لا يا ابني خلاص انا قررت ان اسافر النهاردة. قال له امرك يا سيدنا. عم عزمي طلع بيقول الجماعة اللي بره سيدنا مصر يسافر النهاردة، هعمل ايه؟ مع ان انا شايف ان سيدنا تعبان ممكن يأجلها يوم 2. فيعمل ايه عم عزمي؟ اخد بعضه نزل، خرج من باب البطرخانة في كلود بيه، ركب اتوبيس، هو ساكن في الزيتون، فروح بيته. فقال يعني للست بتاعته هاتي لي الشنطة عشان اوضبها، لان احنا يعني سيدنا مسافر رايحين الدير. فبدت تجيب له بقى الفوطة، غيارات المعتادة اللي بياخدها عم عزمي. وضب الشنطة وبيقفل الشنطة كده، جاله تليفون: عم عزمي انت عملت ايه؟ قال له بوضب الشنطة عشان سيدنا مسافر النهاردة. قال له تعالى عشان سيدنا تعيش انت. سيدنا قال لك مسافر مش يقصر مسافر، ده كان مسافر سفرية ايه طويلة. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. في روابط كده يا جماعة، روابط عجيبة. ربنا بيربط كده قلوب الابرار بطريقة تفوق ادراك البشر. ابونا القديس القمص سيداروس اخنوخ ده كان كاهن متجوز كده وبيخدم في بلد كده شرق ملاوي اسمها البياضية. يوم ما تنيح ثالث يوم بعد صلاة الثالث، ابنه ساعة الظهرية نام شوية كده. فنام شوية ساعة الظهرية، فحلم بقى ابوه القمص الكبير بيقول له يا ابونا. قال له نعم يا والدي. قال له خد الامانة دي خليها عندك. قال له حاضر يا والدي. بص لقى دي لفافة كده جواها قربانة كده حلوة. فراح فتح درج المكتب، ده كله ده في الحلم، وحط القربانة وقفل. وصحي ابونا عبد المسيح ابن ابونا سيداروس على ان يعني ده حلم العقل الباطن والنهاردة الثالث وكده يعني، وعدى الموضوع. لكن بعد سنة ابونا نام الظهرية فحلم بابوه. قال له يا ابونا. قال له نعم. قال له الامانة اللي انا سايبها عندك فين؟ قال له امانة ايه يا والدي؟ قال له اللي انت حطيتها في درج الايه درج المكتب. قال له اه يا والدي اهي. ففي الحلم فتح وطلع له الايه القربانة. فمسكها ابونا الكبير. اول ما مسكها ابونا عم مسيح فط من النوم على صوت صويت في البيت: في ايه يا بنات؟ قالوا له والدتك يا ابونا تعيش انت. اصل ابوه كان سايبها ايه امانة، وجه صاحب الامانة ياخد الايه ياخد الامانة. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. شيء بالشيء يذكر. في مدينة المحلة الكبرى كان في كاهن تقي اسمه ابونا ميخائيل بشارة. ابونا ميخائيل ده يبقى شقيق نيافة الانبا اثناسيوس مطران بني سويف، ربنا يديله الصحة. ابونا ميخائيل ساكن في المحلة الكبرى وكاهن في المحلة الكبرى وراجل كبير الله ينيح نفسه، وكان معروف قوي. والده ساكن معاه في نفس البيت ونفس السكن. ابونا ميخائيل نايم نعسان في ليلة كده على الساعة 1 لقى باب الأوضة بتاعه عم يخبط. مين بيخبط؟ والده، ما هو ساكن معاه في نفس الشقة. صحي قال له ايه يا والدي في ايه؟ قال له ابدا يا ابونا، هات الصليب بتاعك وتعالى ورايا. قال له خير يا والدي في ايه؟ قال له هات الصليب بتاعك وتعالى ورايا. جاب الصليب بتاعه واخد بعضه ودخل اوضة ابوه. ابوه نام. قال له شوف يا ابونا. قال له نعم يا والدي. قال له انا خلاص يا ابني مسافر دلوقتي السماء، فانا عايزك بس تقرا لي التحليل علشان انا ايه اروح مرتاح. قال له يا والدي ما تربكنيش. فقال له بس اقرا التحليل يا ابونا، اقرا التحليل. قال حاضر. فابوه نام كده وغمض عينيه وحط ابونا ميخائيل الصليب على راس والده كده وقعد يقرا: ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي قطع كل رباطات وضرب ايه ضرب لخمه. فراح مفتح عينيه عم بشاره وقال له يا ابونا قول من الاول وعيد التحليل وعلى مهلك واقرا لي التحليل كويس. قال له حاضر يا والدي. فبدا يقول التحليل ايه:
كويس. واول ما خلص التحليل ابونا ميخائيل عم بشارة والده رشم الصليب وغمض عينيه واصر ما يفتحهاش الا فين؟ الا في السماء. وصدق ولا بد ان ايه؟ الروح القدس الاله الواحد امين. صدق ولا بد ان تصدق. في واحد انا اعرفه من شبرا، صديق عزيز، اسمه فرج واسف سربانة، هو راجل تاجر معروف. كان عنده بنته على ما اذكر مريضة، وحدث انه عملوا فحوص واشعاعات وكده، وقالوا لابد ليها من عملية جراحية، ودخلوها المستشفى القبطي عشان تعمل العملية. ولما دخلوها المستشفى القبطي تاني يوم اختلف مع ادارة المستشفى على الفلوس، فصار وزعل وقعد يتنرفز، ويعني حصل مشادة. قال انا مش عامل العملية. نفرض يكون في رحمة، يعني يبدو انه كان طمعان شوية في ادارة المستشفى في كرمها كده، فخد البنت وخرج. وهو خارج هو والبنت يعني لقى واحد صاحبه داخل بيقول له في ايه؟ قال له خلاص مش عاملها، لو هيدوها عمر زيادة انا مش عايز. ليه بس ليه؟ قال له خلاص يعني. قال له طبعا على حال يعني يا بركة البابا كيرلس. خد البنت وروح، وعنده صورة للبابا كيرلس وقفوا قدامها. قال له يعني يا سيدنا مش قادر انت تخلصنا من الزنقة اللي احنا فيها دي؟ فبيقول فرج سربانة ده انه نام، وهو نايم حلم ان بنته نايم على سرير والبابا كيرلس بيبخر حواليها بالشري. فصحي زعلان جدا، قال بس دي البت هتموت، طالما بابا بيبخر حواليها يبقى البت هتموت، لكن اعمل اللي عليا. فضميره تعب، اتصرف فلوس، خدها وراح مستشفى السلام اللي بتاع الدقي ده، هو بتاع المهندسين، وقدم التحاليل. قال له معلش احنا لازم نعمل تحاليل جديدة، كل التحاليل دي احنا ما نعترفش بيها طبعا عشان يكتروا الحساب يعني. اجروا تحاليل جديدة. قال له مين قال لك ان التحاليل دي مظبوطة؟ البنت ما فيهاش ولا حاجة. ازاي؟ ده انا اتخانقت مع ادارة المستشفى، اي جواب الدخول اهو والخروج. قال له ابدا البنت سليمة 100. وخد البنت ورجع لغاية النهاردة ما عملهاش العملية، وبركة البابا كيرلس اللي بخر حواليها بالشرية نجتها من العملية ومن الورطة. وصدق ولا بد ان ايه؟ لابد ان تصدق. بيقولوا طبعا النهاردة الصبحية انا كنت في المطرانية عشان الاباء اللي تراسموا جداد ربنا يبارك. فكان موجود سيدنا حبيبنا صاحب النيافة الانبا في لبس مطران كرسي الدقهلية. فلما بسلم عليه كده بيقول يا ابونا، بقول له يا ابونا انا بشبه عليك. قلت له ده انا ابنك يا سيدنا، انا فلان. الراجل واقف وخدني بالاحضان بيقول لي فينك وفين ايامك؟ بقول له سيدنا ده انا اخد بركة. قال لي ايام البابا كيرلس فاكر؟ وده النهارده رجعني بقى لورا شويه على ايام البابا كيرلس. واذكركم بحاجه حدثت مع نيافه الانبا في لبس، وهو ابونا متى الانطوني لما كان لسه راهب وكان سكرتير للبابا كيرلس. الساعه 3 التليفون رن عنه، بابا كيرلس بيقول له انت لسه نايم لغايه دلوقتي يا حبيب ابوك؟ قال له يا سيدنا تحت امرك. قال له البس وتعالى لي عشان تصلي معايا. قال له حاضر يا سيدنا. فلبس ونزل. بيقول لعم عزمي السواق بتاع سيدنا الله ينيح نفسه التاني، قال له يا عم عزمي هتصلي فين؟ قال له انت عارف هو سيدنا بيقول سيدنا لغايه ما نركب العربيه ونطلع من باب البطرخانه ما نبقاش عارفين نروح فين، هو عليه يقول يمين وشمال وبس. طيب ركبوا اطلع يا ابني على مصر القديمه. راحوا على مصر القديمه. هناك في مصر القديمه عند كنيسه القديسه برباره. قالوا انزل يا ابني خبط هنصلي عند القديسه برباره النهارده. خبط عند القديسه برباره، كنيسه ما فيهاش حد. يخبط على الباب ان حد يفتح، ما فيهاش حد.
فالتلميذ اللي هو سليمان رزق اللي هو حاليا نيافة الانبا مينا خبط، قال له سيدي مفيش حد. قال له انزل انت يا ابونا مات خبط. نزل ابونا مات يخبط، قال له مفيش حد. قال له وبعدين يعني ايه شغل البنات ده؟ شغل البنات يوسط ابونا مات يمين وشمال، مفيش بنات، مفيش غير التلميذ بتاع سيدنا وابونا متى، فين البنات؟ فلقوا البابا كرولوس جعل الباب بظهر الصيف، قال لما تفتحي يا اختي انت هتوقفينا، هتوقفي بطرك على الباب بتاعك ولا ايه؟ بص لقوا الباب راح مفتوح، زي ما يكون حد من جوه بايه بيفتح الباب. سليمان يقول له سيدنا انا كنت بضرب الباب بالكتف، ونمت يقول له سيدنا كنت بزقه بكل قوتي. قال له بقى هي البنات ما تجيش غير بالشخط يا ابني، هم ما يجوش غير بالشخط كده، البنات تشخط فيهم يا ابني يخافوا على طول، هي بربارة يا ابني خافت لما احنا زعقنا فيها. وصدق ولا بد ايه ان تصدق، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. ابونا اللي انا هكلمكم عنه ده انا شفته وعاشرته واكلت في بيته، ودخل بيتنا، بيت العيلة يعني في الصعيد. في ظروف معينة نظره بقى يشوف يعني زي ما بيقولوا ايه يرى الناس كأشجار، يشوف شبح كده. فكان نظره ضعيف جدا، وكانوا يجروه يعني من ايده كده كالأعمى. فكان امنيته من اماني حياته يعني انه يشوف. كان دايما يقول على المسبح يصلي القداس، كان حافظ القداس طبعا صم، كان يقول يا رب نفسي قبل ما اموت اشوف. ففي يوم من الايام نده على ابنه الصغير، وادي يا فلان. قال له نعم يا بابا. قال له تعالى يا ابني وديني بيت فلان اروح ازورهم اقعد معاهم شويه. كاهن في قريه، فابنه بقى يمسكه من العصايه، يمسك العصايه ويجره. فهو في السكه كده قال له استنى يا ابني. قال له في ايه يا بابا؟ قال له ده بيت فلان. قال له ايوه. قال له مبيض باخضر. قال له ايوه بابا مبيض باخضر. قال له انت يا ابني لابس قميص ابيض وبنطلون اسود. قال له ايوه يا بابا. قال له والراجل ده لابس جلابيه مخططه اخضر في بني. قال له ايوه يا بابا. قال له لا. شايف الديك اللي واقف على بتاع هناك؟ قال له لا. انت بتشوف يا بابا؟ قال طب يا ابني هات لي كرسي بسرعه، يظهر خلاص يا ابني انا مسافر، هات لي كرسي بسرعه. جابوا لي كرسي بسرعه، وابونا راح قاعد وقال لهم هاتوا لي كوبايه ميه، انا كانت امنيتي اني قبل ما اموت اشوف. جابوا له كوبايه الميه، شرب كوبايه الميه وقال الحمد لله اشكرك يا رب باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. وراح مميل رقبته وسند راسه على جسمه. الواد بيقول له يا بابا والناس يقولوا له يا ابونا، بيدوروا على ابونا، لا ابونا ايه سافر. بس قبل ما يسافر ايه شاف وصدق، ولا بد ان ايه ان تصدق.